مرحبا بكم السادة المشاهدون. نحن الآن في قناة جزيرة، سوف نستعرض مع حضراتكم ما هي تطورات آخر الأوضاع هناك بالقاهرة. فاصل ونواصل. يا مصر قومي وشد الحيل، كل اللي تتمني عندي. معنا الآن مراسلنا هناك من ميدان التحرير، الفنان السوداني شكر الله. شكر الله، أين أنت الآن؟ هل أنت في ميدان التحرير فعلا؟ حسنا، ماذا يحدث هناك يا أستاذ شكر الله الفنان السوداني؟ ماذا يحدث في ميدان التحرير؟ وماذا قال الرئيس المصري حسني مبارك لأوباما؟ ماذا قال له؟ قال له لو مصدق الحدثك مصدق قول الناس اضربني بمسدسك، هو ملاني انا الرصاص. حسنا، ماذا قال الشارع المصري؟ ماذا قال الشارع المصري وهم في هذه المظاهرات؟ قالوا أولاد قلبة لو قمنا هسي بنقلبها، أولاد قلبة لو قمنا هسي بنقلبها. شكرا جزيلا شكر الله. ومعي الآن في هذه اللحظات قيل أن تامر حسني كان يبكي، وهذه لقطات من إثر ضرب جمهور لتامر حسني، وكان يقول حسن. وتستمر هناك نانسي عجاج. أين أنت الفنانة السودانية نانسي عجاج؟ أين موقعك الآن؟ أنا في مصر الجديدة. أين؟ في مصر الجديدة. حسنا أستاذة نانسي عجاج، ماذا يحدث؟ هل ما يزال حسني مبارك متشبث بالحكم أم أنه قد مضى؟ حسني مضى بين التحفظ. انقطع الاتصال. هناك العديد من محمد محي. أين أنت محمد محي؟ أنا قاعد هنا أهو يا عم، الحمد لله أهو قاعد هنا أهو باسكندرية، وكل الحاجات مظبوطة يعني كويسة كده وبس. ما إذا سوف أوجه لك سؤال. ماذا قلت أنت للحزب الحاكم هنالك بمصر عندما عرضوا عليك هذه الرشوة؟ قلت لهم روح بعيد مش هبكي على يلي تاني، روح خلاص غلطة وبتفتى منها غلية. إذن ماذا لو تم القبض عليك؟ وماذا سوف يفعل لك حسني مبارك حينها؟ قد يضربك. قادر ويعملها ويروح وينساني. حسنا، تم قطع هذا الاتصال. معنا الآن العديد من المراسلين. الأستاذ محمد منير، ما هو شعورك يا محمد منير، وماذا يحدث الآن في هذه المظاهرات العارمة هناك بالقاهرة؟ محمد منير، هل تسمعني؟ يا عمي بسمعك. أنا قلت فيها يا حسني حبسوا، يا حسني حبسوا، حسني عايز يقعد، الشعبي مش عايزه يقعد، واللي عايزه يقعد حبسوا يا تامر كان عايزه يقعد، تامر كان عايزه يقعد بس مسكوا ضربوه. شكرا مراسلنا محمد منير. فاصل ونواصل. يا مصر قومي وشد الحيل، كل اللي تتمني عندي. معي الآن أيضا الأستاذة الفنانة السوداني زيدان إبراهيم. لا تسمعني؟ أي سامعك. حسنا أستاذ زيدان، ماذا يحدث؟ قيل أنك كنت متلبدا في الشقة، ويعني كما يقولوا بالسوداني عامل حسابك ما تجيك طوبة طايرة ولا حاجة. ماذا يحدث؟ حقيقة مديت رقبتي بلا كلام ما قدرت قدامهم أجيب كرنتي، وفتحت شايل شنطتي الليلة جيت. شكرا زيدان. معي الآن مراسلنا إيهاب توفيق. يا عم أنا بسمعك والحمد لله. ماذا يحدث يا إيهاب توفيق الآن في هذه المظاهرات؟ ماذا قلت أنت فيها؟ قلت فيها إزاي يعدي يوم عليها من غير ما حسني يكون عليها، إزاي يعدي يوم عليها
من غير ما حسني يكون عليها. ازاي يعدي يوم، ازاي يعدي يوم، ازاي يعدي يوم عليها. ومظاهرة يابا مغلبة ومغلبة، وحسني يابا رحلة جالة رحلة. يلا كمل اللي باين من عندك كده من خيالك. شكرا جزيلا لك. من معي الآن؟ شعبولة المطرب الشعبي شعبولة. يا عم انا اهو الحمد لله مصطبح ومخمخ وهو قاعد هنا معايا كده، وشويه بلطجيه هنا معايا هنا اهوت في القهوه يعني، ومظبطين الامور خالص على رواقه. وانا قلت في المظاهره ديت دلوقتي مظاهره قامت في ميدان التحرير، واللي عايز حسني يقعد يبقى هو عويري. انا بكره اسرائيل. ومعنا الآن عبر الهاتف الفنان المصري لؤي، ماذا قلت في هذه المظاهرة وفي هذا النظام؟ ماذا قلت للرئيس مبارك؟ يا ليلي يا عيني، ده اللي قلت عليه رئيس، ولا راح ولا جا وتردوا يوم الخميس. شكرا الأستاذ لؤي. نستقبل أيضا اتصال. وجدنا أيضا الأستاذ السوداني السيرقادور. حقيقة يعني معلش قبل ما أحييكم خشيت في اتصال. طوالي يعني أنا كنت ماشي في وسط البلد جنب العتبة، ومعاي ابننا شريف الفحيل، ولبت من طوبة عاتية جدا. يلا يا شريف الفحيل، انت رايك شنو؟ حتخش مع الناس دي في المظاهرة ولا ما حتخش؟ لا 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 لا. طيب من بعد ابننا شريف الفحيل انا حقوم اقول لكم المظاهرة ديت انا قلت فيها شنو؟ قلت فيها مظاهرة مع منظور مسيلة، والله مع منظور مسيلة. شكرا لكم، كنتم معنا هنا قناة جزيرة. لؤي محترم، دمتم سالمون.